السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل مع بعض النهاردة الرز المعمر او الرز باللحمة بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هنحتاجها مع بعض لحمة اي نوع، المهم يكون فيها يعني دسامة شوية او فيها دهون شوية. تكوني سلقاها 3/4 سوا. طبعا الشوربة بتاعتك او اللحمة يعني تكوني انتي سلقاها بقى في الشوربة بتاعتك، تكوني مظبطاها ملحها وفلفل بتاعها واي بهار انتي حباه. بعد كده تجيبي طاسة، هتحطي فيها 2-3 من السمنة البلدي. انا السمنة البلدي لازم تكوني جايباها من حد مضمون عشان تبقى ضامنة ريحتها، يبقى حلوة في الاكلة يعني. هتشوحي كويس جدا اللحمه في السمنه. انا عايزه التشويحه بتاعتي تبقى يعني ايه يعني واخده لون قوي يعني. وهتنزلي عليهم بكام ورقه من اللورة ورشه من الملح ورشه من الفلفل. المعمر معروف ان هو بيحب الفلفل، عشان كده يعني زودي شويه من الفلفل يعني. وبعد كده لما تاخد تشويحة تنزلي بالرز بتاعك، تاخديها تشويحة برضو مكان اللحمة في نفس السمنة، هتاخديها تشويحة. طبعا الناس اللي مش عارفة تكيد الرز بتاعها، البرام تملي نصه رز، نص البرام رز مش مغسول يعني. الاول تكيلي برامك بنص البرام رز. بعد الغسيل الرز هينفش معاكي الرز شوية، هيبقى 3/4 البرام. انا مش عايزاه يزيد عن كده عشان خاطر ما يستويش معاكي. انا عايزاه يا دوبك بالظبط نص البرام او ممكن اقل حاجه بسيطه يعني. انا عايزه نص البرام. هتكيليه ازاي؟ تغطي الرز باللبن. هتغطي الرز باللبن وهتكملي بقيه البرام من الشوربه او الميه بتاعتك. كده هيطلع رز مفرفر وجميل. بعد ما تشوحي الرز بتاعك هتشوحيه كويس جدا. هتنزلي عليه بفلفل اسمر وهتنزلي عليه برشة من جوز الطيب. اول ما تشوحيه هتجيبي بقى الطاجن بتاعك، هتحطي في القعر بتاعه دهنة من القشطة. بتنزلي بنص كمية من الرز، وبعد كده هتنزلي باللحمة، وبعدين هتنزلي بنص كمية التانية. وطبعا هتكوني مدوبة الملح في اللبن. وبعد كده تغطي الرز باللبن بتاعك، وبعدين تكملي بقية البرام شوربة. وعلشان خاطر ياخد وش معاكي هتطلعيه الاول، تحطيه تحت الشواية ياخد وش الاول. واول ما ياخد الوش الجولد اللي انتي حباه هتنزليه تحت على الصاجة من تحت لحد ما يكمل سواه تماما. طبعا هنا انا مش هحط سمنة علشان خاطر الشوربة فيها سمنة، وعشان خاطر احنا مشوحين الرز واللحمة اصلا في سمنة. هيطلع معاكي مفرفر وجميل. جربيه وان شاء الله يطلع زي الفل وبألف هنا. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب. شكرا.